اكتر 5 حاجات الناس بتسأل ال AI عليها. حاجات نفسيه. حاجات نفسيه. واحد عنده مشكله نفسيه او عنده مشكله شخصيه يعني او مشكله نفسيه وبيسال الاي اي عليها. لا مش من اكتر طيب. 5. معلومات عامه. معلومات عامه. طيب او ماشي قول. صح انت جاوبت صح. رقم 3 في القائمه ان الناس بتعمل ريسيرش سريع او بتسال الاي اي على معلومات. حاجات ليها علاقه بالشغل بقى، كل واحد بيستخدم الاي اي في الشغل يعني. دي اوريدي في حاجتين ممكن يبقى ليهم علاقه بالشغل. براكتيكال جايدنس ان انت تسال على حاجات زي مثلا ايه عملية. ازاي اعمل ده او افكار او مثلا ان هو يعلمك حاجه معينه. ورقم 4 برين ستورمينج ايديز ان انت بقى ايه تساعده ان هو يجيب لك افكار. تمام. للناس اللي بتستخدم الاي اي استخدمها عشان البرين ستورمينج مش عشان كوبي بيست. تمام ولا مش تمام؟ خلاص ما تزعقش للناس. اتفق. ماشي. شغل مخك يا عم. في ايه خلاص يا عم هتحجر. حول الله يا رب. وفي الاخر يقول لك الاي اي هو اللي هياخد شغلك. ما هياخد، لو انت بتعمل كده هياخد شغلك. ما انت بتفكرش بتخليه هو اللي يعمل كل حاجه. نصيحه لكل مستخدمين الاي اي. خطاب شديد اللهجه. فاضل لك حاجتين. فاضل لك رقم 1 ورقم 5 اشهر حاجه للاي اي واكتر كمان في شغلانتنا. بيعملوا بيها صور. لا. استراتيجي. بيعملوا بيها استراتيجيات. لا. في حاجه في ايه؟ طيب ساعديني شويه. كودينج. لا. ايه تاني؟ كتابة المحتوى يعني. الكتابة رقم طبعا 1 ده في رقم القائمة. 1. وان انت تعدل على حاجات معينة زي مثلا ايه تقول له ايميل ده يا اما تكتبه لي يا اما انت تديله وتقول له عدل عليه وخليه بقى مثلا محترم، خليه مش عارف ايه كده يعني. وبرده التقارير والايميلات وكمان بوستات بتاعة السوشيال ميديا. فاضل لك رقم 5 حاجة ليها علاقة بالتبسيط شوية. لما حد يبقى عايز يعمل سامري لحاجة مثلا. انت جبتها ازاي دي؟ انت غشاش بقى شكلك. لا انت قلتي تبسيط، فتبسيط يعني سامري بالانجلش. هي فعلا رقم 5 في القائمة. summarizing and explaining complex topics. يعني ان انت تسأله ان هو يلخص لك حاجة معينة وان هو يشرح لك توبكس صعبة. دي رقم 5 في القائمة. بيقولك ما بين الطلاب 61% من الطلاب بيستخدموا الاي اي علشان يلخص لهم